بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي ومتابعيني على قناتي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم أصدقائي طلاب المرحلة الإعدادية. النهاردة أنا جاي هشرح درس في تاريخ الصف الثاني الإعدادي. طبعا كلكم شفتوني في شرح الدرس الأول في مادة الجغرافيا للصف الأول للصف الثاني الإعدادي، والنهاردة إن شاء الله جاي أشرح أول دروس التاريخ في الصف الثاني الإعدادي، درس بعنوان حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض طبعا زي ما أنا معودكم في بعض المصطلحات المفروض هنشرحها مع بعض عشان تيسر لينا شرح وفهم المنهج إن شاء الله. ومن المصطلحات دي ما يلي: كلمة القبيلة. القبيلة هي مجموعة من الأفراد ينتمون إلى أصل واحد وعرق واحد وتربطهم صلة دم واحدة وعصبية واحدة. أما عن كلمة الأصنام فهي عبارة عن تماثيل على شكل إنسان أو حيوان أو طير كانت تصنع من الحجارة أو الأخشاب أو غيرها وكان يقدسها الناس. أما عن كلمة حنيفية فهي عبادة الله الواحد الأحد لا شريك له، عن طريق دعوة إبراهيم عليه السلام. البادية وهي بيئة سكنية بسيطة توجد وسط الصحراء يعمل أهلها بالرعي. كلمة وحي هو ما ينزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام. أما عن عام الحزن فهو العام الذي توفى فيه أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفت فيه أيضا السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن كلمة المواخاة فهي عبارة عن الأسس التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة، وتضمنت حقوق شملت العديد من أوجه التعاون المادي والرعاية والتضحية والمحبة والإيثار على النفس. أما عن دستور المدينة أو ما يسمى بصحيفة المدينة فهي وثيقة وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم عند الهجرة من مكة إلى المدينة لتنظيم العلاقة بين المهاجرين والأنصار. أما عن كلمة سرايا فهي الحملات التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يشترك بها. أما عن كلمة غزوات فهي المعارك التي خاضها المسلمون بمشاركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن كلمة خلافة فهي شكل من أشكال الحكم أقره المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم على اختيار من يتولى أمور المسلمين في الدين والدنيا نيابة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. كلمة شورى هو نظام اتبعه المسلمون في اختيار الخلفاء الراشدين ويقوم على الترشيح والانتخاب. أما عن الفتوحات الإسلامية فهي الحروب التي خاضها المسلمون بعد وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لنشر الإسلام خارج الأراضي السعودية هي شبه الجزيرة العربية. طيب دلوقتي هنبتدي شرح الدرس وهنعرف ازاي العرب و كانوا بيعيشوا وسط الجزيرة العربية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت شبه الجزيرة العربية موطن لكثير من الحضارات والأديان والأنبياء، ومع مرور الزمن انتشرت فيها عبادة الأصنام وساد فيها الظلم والفساد حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الموضوع سنتكلم عن الحضارات القديمة التي قامت في شبه الجزيرة العربية، ولماذا كان العالم في حاجة لمجيء نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان العالم يعم فيه الظلم والفساد بين جميع الأجناس وفي جميع مجالات الحياة، من مجالات سياسية ومجالات اقتصادية ومجالات اجتماعية. ويمكن أن نتعرف على أحوال العالم قبل ظهور الإسلام عن طريق عدة دول كانت هي الحاكمة لأمرها في هذه المنطقة. 1. دولة الفرس، وهي دولة كثرت فيها العبادات الوثنية واحتلت
كلا من بلاد اليمن والعراق. أما عن دولة الروم فهي دولة اعترفت بالمسيحية وكانت تحتل بلاد مصر وبلاد الشام. أما عن الهند فقد قصرت فيها العبادات وكانوا يقدسون البقر والزواحف وغيرها. أما عن شبه الجزيرة العربية فقد ظهرت فيها حضارات قديمة مثل حضارة قوم عاد وحضارة قوم ثمود، وقامت فيها ممالك ودول قديمة مثل دولة الحيرة ودولة الجساسنة في الشمال، ومعين وسبأ وحمير في الجنوب، وظهرت فيها مدن كبيرة ظلت إلى يومنا هذا مثل مدينة مكة المكرمة ومدينة يثرب التي تسمى الآن المدينة المنورة في غرب شبه الجزيرة العربية. ودلوقتي هنعرف أحوال الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. هنعرف أولا الحياة في شبه الجزيرة العربية من الحياة الدينية والحياة السياسية والحياة الاقتصادية والحياة الثقافية وأيضا الحياة الاجتماعية. أولا هنتكلم عن الحياة الدينية للعرب قبل الإسلام. كانت شبه الجزيرة العربية مهدا لكثيرا من الأنبياء، ومنهم هود عليه السلام وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام جد العرب. لذا عرف لذا ولهذه الأسباب ولوجود هؤلاء الأنبياء داخل شبه الجزيرة العربية عرف أهل مكة ومن حولها التوحيد والإيمان بالله. وتعددت الديانات والعبادات في شبه الجزيرة العربية، فكان هناك من يؤمن بالحنيفية وهي عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له على ملة سيدنا إبراهيم أو على دين سيدنا إبراهيم. وبقى القليل من العبادات بعد انتشار عبادة الأصنام، وعبادة الأصنام عرفوها مع مرور الزمن، واتخذت كل قبيلة صنم ليعبدونه. وانتشرت أيضا في شبه الجزيرة العربية الديانة اليهودية ديانة موسى عليه السلام، والديانة المسيحية ديانة المسيح ابن مريم عليه السلام، ودي انتشرت في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية. يبقى ممكن يجي لنا سؤال في الحتة دي يقول لك دلل ايه دليلك على تعدد الديانات والعبادات في شبه الجزيرة العربية. هنقول له اولا كان في الديانة الحنيفية وهي ديانة ابراهيم عليه السلام، وهي ديانة التوحيد بأن لا اله الا الله لا شريك له. وكمان هنقول له وجود عبادة الاصنام، وايضا وجود اصحاب الديانه اليهوديه وايضا اصحاب الديانه المسيحيه. دي كانت نبذه مختصره عن الحياه الدينيه في شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام. نيجي للحياه السياسيه. كانت الحياه السياسيه ترتكن الى النظام القبلي. يعني بمعنى ايه؟ كانت قبائل كثيرة وكل قبيلة لها قوانينها وأسسها ونظامها السائد اللي بتمشي عليه يعني. وطبعا من أشهر القبائل في شبه الجزيرة العربية هي قبيلة قريش بمكة المكرمة. يبقى دي النظام السائد في الحياة السياسية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. ما كانوش بيعترفوا بقرى ولا بمدن ولا بأقاليم ولا بدول. كان النظام السائد هو النظام القبلي أو نظام القبائل. ومن أشهر القبائل في مكة المكرمة كانت قبيلة قريش التي كانت تسكن بجوار الحرم الشريف وتقوم على خدمة الحجاج هناك. ممكن يجي لنا هنا سؤال بما تفسر في الحته دي، يعني يقول لك بما تفسر ساد النظام القبلي في شبه الجزيره العربيه. هنقول له على طول لانها كانت عباره عن قبائل متفرقه ولكل قبيله شيخ يحكمها وقوانين او قانون يحدد حقوق وواجبات كل فرد بها. تاني هنقول بما تفسر
ساد النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية بسبب أو لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة، ولكل قبيلة شيخ يحكمها وقانون يحدد حقوق وواجبات كل فرد بها. طيب، دي الحياة السياسية. نيجي للحياة الاقتصادية. مارس أهل شبه الجزيرة العربية مهنة الرعي والزراعة والصناعة والتجارة. مهنة الرعي كانت هي الحرفة السائدة في البادية، وبطبيعتهم لأنهم كانوا بيئة صحراوية دي كانت المهنة السائدة في عهد ما قبل البعثة النبوية. أما عن الزراعة فقد كانت قليلة لندرة الأمطار. طبعا البيئة الصحراوية الأمطار بتبقى نادرة جدا فيها يعني. أما عن الصناعة فقد صنعوا أو قد عرفوا بعض الصناعات مثل صناعة الرماح والسيوف. أما عن التجارة فكان يعمل بها أهل مكة، ولأنهم قاموا بتنظيم رحلتين تجاريتين هما رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. يعني التجارة كانت في مكة المكرمة بيطلعوا مرتين في السنة، مرة بيطلعوا في الشتاء إلى بلاد اليمن، ومرة بيطلعوا في الصيف إلى بلاد الشام. ممكن يجي لنا هنا برضو سؤال بما تفسر كان أهل مكة أكبر سكان شبه الجزيرة العربية الذين يعملون بالتجارة. هنقول على طول لأنهم قاموا بتنظيم رحلتين تجاريتين هما رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. نيجي للحياة الثقافية. اشتهر العرب قبل الإسلام بالشعر والخطابة، وطبعا من أشهر الشعراء قبل الإسلام هو الشاعر عنترة ابن شداد والشاعر النابغة الزبياني. وكانت الأسواق عند العرب ميدانا لتنافس الشعراء والخطباء وليست للتجارة فقط. ومن أشهر الأسواق التي كانت عند العرب قبل الإسلام سوق عكاظ وسوق ذي المجاز. يبقى كان عندهم أشهر سوقين هما سوق عكاظ وسوق ذي المجاز. أما عن الحياة الاجتماعية فقد كان المجتمع العربي قبل ظهور الإسلام ينقسم إلى بدو وحضر. البدو وهم سكان البادية اللي أنا قلت لكم عليها اللي هي الصحراء، والحضر اللي هم سكان المدن. وكمان اتصف العرب قبل الإسلام ببعض الأخلاق الحميدة، كما كانت لهم بعض العادات السيئة. وهديكم نبذة مختصرة عن العادات دي. العادات الحميدة أو الأخلاق الحميدة اللي اتصفوا بيها كانوا يتصفون بالشجاعة والكرم والعفو عند المقدرة والصبر والوفاء بالوعود وحماية الجار. أما عن العادات السيئة فكانت وأد البنات أي دفن البنات أحياء وشرب الخمر ولعب الميسر والأخذ بالثأر. وتمتعت بعض النساء في المجتمع العربي بمكانة عالية، ومنهم طبعا السيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، كده احنا عرفنا أحوال العرب قبل الإسلام. والآن لماذا كان العالم بحاجة إلى مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بما تفسر كان العالم العربي قبل الإسلام بحاجة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بما تفسر لماذا كان العالم قبل الإسلام بحاجة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هنجاوب السؤال ده في نقطتين. هنقول له لإرشاد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، ولنشر قيم العدل والمساواة والتسامح والمحبة. يبقى واحد، إرشاد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. نمرة 2، نشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة. دي كده كانت نبذة مختصرة عن حياة العرب قبل مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودلوقتي هنشرح مع بعض
مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشأته. عندما نتأمل حياة أكرم وأشرف الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ مولده حتى البعثة، نجده في فترة إعداد وتأهيل لحمل الرسالة وتبليغها للعالم من حوله، زي ما هنشرح في الدرس دلوقتي. هيأ الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منذ ولادته لحمل رسالة الإسلام ونشر مبادئه السمحة التي جاءت بها كل الرسالات السماوية قبله، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من ظلم الرق إلى نور الحرية. تتلخص حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مولده ونسبه وطفولته المبكرة وحياته في بيت عمه وشبابه. دي ال5 نقط اللي هنتكلم عنهم منذ مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. مولده: ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم 12 من ربيع الأول لعام 571 ميلاديا، وعرف هذا العام بعام الفيل. وقد ولد صلى الله عليه وسلم يتيما نظرا لوفاة والده عبد الله بن عبد المطلب أثناء عودته من رحلة تجارية لبلاد الشام، ودفن في يثرب وهي المدينة المنورة حاليا. فرح جده عبد المطلب بن عبد مناف بمولده، وفرح بمولده لأنه كان عطاء، واعتبره عطاء من الله بدلا عن والده، فأخذه جده وطاف به حول الكعبة، وسماه جده محمدا ليكون محمودا في الأرض وفي السماء، وهو اسم لم يكن مألوفا عند العرب آنذاك. ممكن يجي لنا سؤال في الامتحان يقول لنا: لماذا سمي العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعام الفيل؟ أو بما تفسر: لماذا سمي عام مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بعام الفيل؟ سمي هذا العام بعام الفيل لأنه في هذا العام حاول إبرهة الحبشي حاكم بلاد اليمن هدم الكعبة بجيش كبير كان يضم عددا من الفيلة، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى حفظ بيته وأهلك إبرهة وجيشه. طيب، ليه إبرهة الحبشي كان عايز يهد الكعبة؟ بما تفسر: محاولة إبرهة الحبشي لهدم الكعبة. كان يريد أن يصرف العرب عن زيارتها وتعظيمها وليتجهوا إلى كنيسته التي بناها بأرض اليمن. يبقى في سؤالين مهمين بسبب عام الفيل. نمرة 1: لماذا سمي عام الفيل بهذا الاسم؟ هنقول لأن إبرهة الحبشي نظم جيشا يضم بعض الفيلة لهدم الكعبة، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى حفظ بيته من فوق 7 سماوات. السؤال الثاني: لماذا أراد أو بما تفسر محاولة إبرهة الحبشي لهدم الكعبة، أو كان عايز يهدم الكعبة ليه؟ كان عايز يصرف العرب عن زيارتها وتعظيمها، وكمان ليتجهوا إلى كنيسته التي بناها على أرض اليمن. كده خلصنا مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نيجي لنسبه. نسب الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأنساب وأشرفها، لأنه الأب هو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، ويمتد نسبه إلى عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. وأمه هي السيدة آمنة بنت وهب من خيرة قبائل قريش. ده بالنسبة لنسب الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض بقى نعرف ازاي الرسول الكريم عاش طفولته. كان من عادات أشراف مكة أن يرسلوا أبنائهم لمرضعات في البادية في الصحراء. طب ليه؟ ما أمهم ترضعهم، هم أشراف، ليه يتعبوا؟ ليه يودوا أبنائهم في الصحراء؟ طيب، ممكن يجي لنا سؤال بما تفسر في الحتة دي، يقول لك: لماذا
كان من عادات أشراف مكة أن يرسلوا أبنائهم لمرضعات في البادية. هنقول لهم 3 نقط لا غير. هنقول لهم لفصاحة اللسان، ولقوة البنيان، ولرجاحة العقل. يبقى الإجابة من خلال 3 نقط: فصاحة اللسان، وقوة البنيان، ورجاحة العقل. تمام. أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند مرضعة من بني سعد، هي حليمة السعدية، فأقام عندها 4 أعوام. كانت أعوام خير وبركة على بني سعد، حتى أعادته إلى أمه السيدة آمنة بنت وهب. أقام محمد صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب رضي الله عنها حتى توفيت وهو في سن 6 من عمره. كفله جده عبد المطلب، ثم ما لبث أن توفى وهو في سن 8 من عمره، فكفله عمه أبو طالب أبو سيدنا علي رضي الله عنه. طيب، يبقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم فضل مع السيدة حليمة السعدية لحد 4 أعوام. جه عاش مع والدته السيدة آمنة بنت وهب لحد ما بلغ 6 أعوام، وتوفت السيدة آمنة بنت وهب. ذهب إلى جده عبد المطلب، عاش معه لمدة 2 حتى بلغ 8 من عمره، ثم ما لبث أن توفى عبد المطلب بن هاشم، فذهب محمد إلى كفالة عمه أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم. عاش محمد صلى الله عليه وسلم في بيت عمه وبين أبنائه، وكان أحب إليه من أولاده، فأحسن تربيته ورعايته. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته بالراعي الأغنام ليساعد عمه ويخفف عنه العبء، لأنه كان فقيرا وكثير الأبناء. ماشي. طيب، ممكن يجي لنا سؤال هنا: بما تفسر، او ما النتائج المترتبة على عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمهنة الرعي؟ اكتسب ايه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما اشتغل بمهنة الرعي؟ اكتسب الصبر، التواضع، الشجاعة، الرحمة، العطف. يبقى ال5 صفات دول لو جالنا سؤال ما النتائج المترتبة على عمل النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته بمهنة الرعي، هنجاوب على طول ب5 نقط دول، وهم الصبر، التواضع، الشجاعة، الرحمة، العطف. طيب، خلصنا من فترة طفولته، نخش على فترة شبابه. استمر محمد بن عبد الله في فترة شبابه بالعمل براعي الأغنام، ثم عمل على حرفة التجارة، وخرج في أكثر من رحلة تجارية إلى بلاد الشام، وحفظه الله من كل سوء، وحفظه من انحراف الشباب، حيث عرف عنه العفة والطهارة ورجاحة العقل والأمانة والصدق، فلقبوه في قريش أو في مكة بالصادق الأمين. أما عن زواجه بالسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقد سمعت عنه السيدة خديجة وعن أمانته وعن رجاحة عقله، وأرسلت إليه ليخرج تاجرا بمالها إلى بلاد الشام مع غلامها أو مع خادمها ميسرة، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. وبعد العودة من الرحلة أخبر ميسرة خادم السيدة خديجة، أخبرها عن صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعجبت السيدة خديجة بأمانته وتزوجها، وكانت خير زوجة لخير شاب. أما عن أبنائه صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، فكان له منها ولدان، وهما القاسم وعبد الله، وكان له منها 4 بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. كده نبقى احنا خلصنا الدرس بتاع النهاردة، ونقدر نستنتج منه ما يلي: حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. ولد في يوم 12 من ربيع الأول لعام 571 ميلاديا، وكان يسمى بعام الفيل. ولد يتيما، ثم تربى في كنف جده عبد المطلب، ثم في كنف عمه أبو طالب.
طاف به جده عبد المطلب عند الكعبة وسماه محمدا ليصبح محمودا في أهل الأرض والسماء، وهذا الاسم لم يكن مألوفا عند العرب في ذلك الوقت. أما عن نسبه فنسبه ينسب إلى عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وأمه كانت السيدة آمنة بنت وهب من خيرة قبائل قريش. أما عن طفولته فقد أرضعته السيدة حليمة السعدية، ثم أودعته لأمه عند سن الرابعة، ثم ما لبثت أن توفت أمه وهو في سن السادسة، ذهب إلى كنف جده الذي ما لبثه الآخر أن توفى وهو في سن الثامنة، فذهب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى كنف عمه أبو طالب ليتربى في بيته ويشب مع أبناء عمه أبو طالب. ثم كانت شبابه عمل في بداية شبابه بمهنة الراعي، ثم عمل تاجرا، ثم ما لبث أن سمعت عنه السيدة خديجة وعن أمانته، ثم ما لبث أن سلمته تجارتها، ولما عاد من الرحلة التي كان وكل بها أخبرها خادمها بأنه بصفاته الحميدة، فما لبث أن تزوجها وأنجب منها أبنائه. تلك هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ مولده حتى نشأته حتى زواجه بالسيدة خديجة رضي الله عنها. كده بكون أنا خلصت درس النهاردة، وأتمنى أن تكون معلوماتي أو شرحي مفيد لجميع الطلاب، وبتمنى لكم التوفيق، واشوفكم على خير في الدرس الجاي ان شاء الله. وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك على القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.